الحاجة اليوم غادي نقادو واحد الكيش كيجي رائع، المذاق والشكل وأهم حاجة اقتصادي. بالنسبة للعجينة ما غاديش نشاركها معاكم حيت فايت ليا شاركتها معاكم بزاف ديال المرات، غادي ترجعوا غير الفيديوهات القدام ديالي وغادي تلقاو الفيديوهات اللي حطيت لكم غير في الشهر الفايت، وغادي تلقاو العجينة ديال الكيش راه صادقة. قراو لي كومونتير قبل لا تجربوها، راه بزاف ديال الأخوات ولات معتمدة عندهم. بالنسبة للأخوات اللي قالوا لي قادي معنا البايلة بالطريقة ديالك، إن شاء الله غادي نقادها لكم في هذا رمضان، كونوا على يقين. المهم العجينة ديال الكيش راه حطيت لكم المرة الأولى عجينة معتمدة عندي، ومؤخرا حطيت لكم عاوتاني واحد العجينة أخرى اللي حتى هي كتجي رائعة بمعنى الكلمة. تبعوا معايا الطريقة ديال الحشوة وما تنساونيش من جيم وبارطاج وكومونتير. ونبداو على بركة الله. غادي ناخدو واحد المقلة يستحسن ما تكونش كتلصق، وغادي نديرو شوية ديال الزبدة، وغادي نديرو شوية ديال الزيت حيت إلا درنا الزبدة بوحديتها كتحرق لينا. غادي نديرو الزبدة وشوية ديال الزيت وغادي نشدو خيزو، غادي نقوه ونقطعوه ونحطوه جانبا. غادي نديرو ورقة سيدنا موسى، وغادي نديرو واحد 2 دراس ديال التومة أولا 3 ديال الدراس ديال التومة. غادي نخليو ديك التومة تطلق البنة ديالها، وغادي نشدو بصلة، واحد نص بصلة ولا بصلة على حساب الكيش ديالكم، المول اللي بغيتو تخدموا فيه قداش، اولا الا بغيتوهم فرديين راه خصكم تكثروا الحشوه. غادي نخلي ديك البصله تقلى ليا كيف كيبان لكم في الصوره، راه ما زربتش الفيديو. وكناخذ خيزو كنقطعو بهذه الطريقه، نتوما تقدروا تقطعوه باي طريقه بغيتو، المهم ما يكونش لا مفور لا مسلوق لا والو، يكون خضر. غادي نحطوه في المقلة كيف كيبان لكم في الصورة، وغادي نشدو اليازير أو إكليل الجبل، وغادي نحركو هادوك خيزو والبصلة باش تطلق لينا البصلة ديك البنة ديالها في خيزو، وغادي نغطيو عليهم باش هداك البخار يطيب لينا خيزو. وغادي نقصوا البوطه، هانتوما كيف كتشوفوا كنجرب، راه ماشي خصو يكون طايب زبده، يكون غير دخل ليه الطياب فقط. صافي مازال ما درت اللقامه، ما درت والو. صافي كيف قلت لكم غطوا عليها ضروري. منين كيوصل هذاك لديك النص طيبه اللي بغينا، غادي نزيدوا الكورجيت، والطريقه باش قطعتها كيف كيبان لكم في الصوره. وبالنسبه للطريقه قطعوا كيف ما بغيتوا، غير ما تقطعوهاش رقيقه باش باش تجيكم نفس البنة ونفس العضة. صافي أنا كيف رديتو البرة كنغطيها باش كيدخل ليها الطياب. صافي كنبقى تنحرك مزيان مزيان حتى كيتحمر ليا داك خيزو، تتحمر ديك الكورجيت. وعاد غادي نضيف لقامة درت فيها البزار، ودرت شوية ديال الملحة. ديروا بحساب الملحة راكم غادي تزيدوها في لابارايا كيش، يعني نقصوا الملحة. صافي هادو هما المكونات اللي درت. هنا كنشد الكفته ما درت لها لا قامه لا والو. كنشد الكفته وكنفرتتها. غادي تحتاجوا كميه قليله ديال الكفته، ماشي ضروري تكون واحد 20 درهم تقريبا ولا 30 درهم، راه دايره لكم كيش معتبر. صافي هنا غادي نفرق الكفته. بالنسبه للكفته تقدروا تخدموا باي كفته بغيتو، اللحم بغيتو لا داند اللي بغيتو. صافي غادي نفرق الكفته كيف كيبان لكم، وغادي نخلط دوك المكونات كلهم. راه الا رديتو البال راه ما درتش لقامه نهائيا، راه غير ديك الثومه وورقه سيدنا موسى واكليل الجبل والبزار والملحه راه كيعطيو واحد البنه يا سلام. صافي غادي نخلط هذوك المكونات مزيان مزيان، وغادي نضيف واحد المكون اللي ولفتوني كنديرو وبزاف ديال الاخوات ولاو معتمدينه في الوصفات، هو الدقيق. الكفته غادي تطلق ليا الزيت ديالها والماء ديالها. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الدقيق باش غادي نجمع هذاك الماء اللي طلق ودوك الزيوت. صافي كيف كيبان لكم في الصوره. صافي حديت تنحس بديك الخضرة تاع اللكات
وديك الكفتة تاعلكات صافي غادي نطفي البوطة وغادي نحتفظ بها جانبا وغادي ندوز نقاد لابارايا كيش اللي هي معتمدة عندي ناجحة 100%. ما تخليكش تبداي تقلبي على التغيير نهائيا. ودايما كنقول لكم 100 غرام ديال لا كريم تساوي بيضة وحدة. اللي ما عندهاش لا كريم تقدر دير دانون مسوس. المهم 100 غرام ديال لا كريم تساوي بيضة وحدة. بالنسبة للا كريم خدموا بأي كريم بغيتو نتوما. هنا هاد الكيش اللي كندير انا هاد المول راه كيهز ليا 300 غرام ديال لا كريم اللي كيهز ليا وثلاثه د البيضات. كندير واحد شويه د الكوزه وندير شويه ديال الملحه ندير شويه ديال البزار نسمو هذيك لاباغاي باش تجينا حتى هي بنينه. ندير شويه ديال الثومه غبره ولا اللي بالكم. المهم هاد الوصفه هاد لاباراي راه زيتها من واحد الفيديو اخر. عندكم ديروا ديك الإقامة اللي درت هذيك الإقامة راه فيها العطرية ديال الحوت عندكم ديروها. نتوما نسمو غير بالكوزة وملحة وبزار. ولا بغيتو ديروا شويه ديال الثومه بودر بغيتو ديروا شي حاجه ديروها ما ديروش العطريه د الحوت. صافي هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال المايزينا باش تجمع ليا الا كانوا شي سوائل في الكيش تجمعهم ليا. صافي غادي نخلط داكشي مزيان مزيان. انا راه بنتي اللي كتخلط. اجي نخلط داكشي مزيان وغادي نشد المول اللي غادي نقاد فيه. غادي نثقبو كيف كيبان لكم في الصوره. غادي نخوي عليه لاباراي اللي لافارس اللي وجد. وهاد الحشوه راه رائعه رائعه بزاف بزاف. تقدروا ديروها في بطافيلو تقدروا ديروها في بزاف. ودائما ما ديروش الزيوت حاولوا هذاك الزيت يبقى في المقله. هزوا غير الحشوه والزيوت خلوها في المقله. هاد الحشوه تقدري تعمري بها خبيزات. المهم راه بنينه ما غاديش تندمي عليها نهائيا. صافي غادي نخوي عليها لاباراي وغادي ندخلها. غادي نستفها مزيان. غادي نحيد هادوك اليازر وغادي نخوي عليها لاباراي اللي وجد وغادي ندخلها للفران. المده ديال الطياب 100. غادي نديرو على 200 درجه. الفران يكون سخون من قبل 200 درجه. انا هنا خدمت بفران فونتيلي. نتوما تقدروا تشعلوا ليها من التحت حتى طيب وعاد تشعلوا ليها من الفوق حتى تحمر. درت طوماط سوريز هنايا باش نزوق. وكان هذا هو الكيش ديالي. كنتمنىكم تقولوا لي كيفاش جاكم والاخوات اللي جربوه يخلوا لي في التعاليق كيفاش جاكم. ما تنساونيش من جيم او كومونتير وبارطاج. وقولوا لي في لي كومونتير واش بغيتوا لي سوب اللي قادينا الصوبات اللي قادينا هذاك العام واش نديرهم لكم تا هما في فيديو واحد ونحطهم لكم ان شاء الله. كنحماق عليكم وخليت لكم الصحه والسلامه وطولة العمر ومبارك عواشركم.